طبعا بعد ختام الجولة الأولى شهدت الكثير من الأرقام والإحصائيات اللي حنتناولوها كل مرة في فقرة نسموها فقرة فلاش الدوري الليبي. بداية 16 مباراة لعبت خلال الجولة الأولى، سجل خلالها 35 هدف، مباراة وحيدة لم تسجل فيها هدف وانتهت بالتعادل السلبي اللي هي مباراة بالأشهر والظاهرة. بالنسبة للمجموعة الأولى شهدت تسجيل 9 أهداف، المجموعة الثانية سجل فيها 10 أهداف، المجموعة الثالثة شهدت تسجيل 10 أهداف، أقل المجموعات تسجيل الأهداف كانت المجموعة الرابعة بست أهداف. أول هدف في الدوري كان من نصيب اللاعب محمد الطبال لاعب فريق النصر في مرمى فريق الوفاق إجدابي، وكانت أول ركلة جزاء هي اللي سجلها محمد الطبال، يعني أول ركلة جزاء وأول هدف كانت من نصيب النصر ولاعبها محمد الطبال. هذه أول فقرة من فقرات إحصائيات وأرقام الدوري الليبي للموسم 2024-2025. تابعونا إن شاء الله وأعطونا تعليقاتكم وملاحظاتكم، وإن شاء الله حنكونوا معاكم في كل جديد في الدوري الليبي.